وشها نور وفرحتها مش سايعاها وبتجهز اوضه البيبي من دلوقتي، وكانها بتجهز اوضه عريس وعروسه، وكان نفسها تغيرها بس جوزها ما وافقش وما عملتش اي جديد فيها ولا قلدت البلوجرز وحطت الاسم في الدولاب. كواليس تجهيزات اوضه البيبي لليوتيوبر هدى اخت صدفه جاد. يا ترى ليه اختارت تكون الاوضه سامبل، وليه عايزه تغيرها، وليه ما جابتش لبس للبيبي، وايه حكايه ال5 اختبارات اللي عملتهم، وليه ما بتاخدش راي صدفه اختها، وفجأات كتير هنعرفها في الفيديو ده. كان نفسها تجيب اوضه بيبي مودرن وعلى ذوقها، لكن كل قرش هم اولى بيه، لانها داخله على ولاده وعمليه وتكاليف كتير قوي هم في غنى عنها دلوقتي. كلامنا هنا عن تجهيزات هدى اخت صدفه جاد لاوضه البيبي، وهي لسه في اول شهور الحمل، وبتقول يا هادي، لكن علشان هي الفرحه مش سايعاها، خاصه وانها حملت بعد فتره كبيره وعمليات كمان، وبعد ما الدكاتره قالوا ليها مستحيل انها تخلف ومستحيل انها تكون لكنها ما استسلمتش وقررت تكون سترونج، وفضلت ورا حلمها وعملت بدل العمليه بتاعه الحقن المجهري 2، وفي كل مره ما كانتش بتنجح. وده لان هدى كان حلم حياتها تبقى وكانت بتعيط ليل نهار لانها نفسها تحقق الحلم ده، ومن اكتر من 4 شهور وهي بتجهز نفسها نفسيا وجسديا، وبتقرا قران وبتدعي وبتعيط وهي ساجده بتقول يا رب بس نفرح، يا رب هات لي البيبي اللي مستنياه من سنين. وفي يوم من الايام بدات الناس تلاحظ ان هدى ما بقتش تظهر كتير، ما بقتش تطلع من شقتها، وما بقتش تروح زيارات، وبدا كلام يتقال انها اكيد حامل. بس الحقيقه وقتها ما كانتش حامل، كانت لسه خارجه من العمليه ولسه مستنيه نتيجه، وهي نفسها كانت خايفه تقول حتى لاقرب الناس، حتى لما بدات تحس باعراض بسيطه، وفضلت تجرب اختبارات حمل من الصيدليه واحد ورا التاني لحد ما جربت الاختبار الخامس، من كتر ما هي مش متاكده انها حامل، لكن اراده ربنا فوق كل شيء وطلعت حامل. هنا دخلت في نوبه عياط من كتر فرحتها، ورجليها ما كانتش قادره تشيلها من على الارض، وامها الحاجه فاطمه كانت ايديها بتترعش من الفرحه. وعلشان كده هدى مستعجله ونفسها تشوف البيبي، وبتجهز اوضه البيبي وهي لسه في الشهور الاولى. وده الكلام اللي قالوه المتابعين، قالوا لها ما تعمليش حاجه دلوقتي، استني لما تعدي السابع حتى وابداي جهزي. لكن هدى ليها راي تاني، ما بتحبش تكون متوتره طول الوقت، وبتحب تخلص حاجاتها على مهلها، وعلشان كده بدات باوضه البيبي واللي فضتها من اولها لاخرها. وكان نفسها تجيب اوضه جديده لكن الظروف ما سمحتش، وجوزها رفض لان لسه في لبس للبيبي ولبسها هي كمان. جابت في الاوضه الفرش بتاعها من ملايات وفوط وبشاكير، وعملت الاوضه بشكل تقليدي جدا، ما عملتش الافوره اللي بنشوفها من البلوجرز، كل حاجه سامبل وما قلدتش المشاهير. وعملت الاوضه عليها الاسم بتاع البيبي، ولا غيرت الاوضه ولا عملت ملايات باسم البيبي، كل حاجه كانت طبيعيه زيها زي اي ست مصريه اصيله. روقتها ونظفتها وحطت الملايات والبطاطين، وروقت عليها باشكال البيبيهات، وبس على كده. هدى ما خدتش راي صدفه لانها عايزه تاخد راي متابعينها، لانها بتهتم بكل كلمه بيقولوها لها وبتسمع ليهم وبتحب افكارهم، بجانب برضه افكار واقتراحات اختها صدفه. هدى مستنيه البيبي بفارغ الصبر، ونفسها تشوفه النهارده قبل بكره، وشكلها اتغير 180 درجه عن ملامح الزعل اللي كانت فيها وقت ما كانت الدكاتره بيقولوا لها مش هتخلفي. يا ترى ايه رايكم في بساطه تجهيزات هدى اخت صدفه لاوضه البيبي؟ وفعلا لسه بدري على التجهيزات دي، شاركونا في التعليقات.